بعدين يجيها ايش يقولها؟ يقولها هي العفة على اللبيس لو بالقلب. أمير المؤمنين بنهج البلاغة، شو هذا التعبير لعله البعض شوية يتعجب منه، مثلا ما يستسيغه ما يستمرئه، ما أدري. الإمام علي يعبر عن علاقة البعض بالشيطان، يقول فباض وفرخ في صدورهم. والله في النهج موجودة. هسه بأي معنى؟ بعد هاي يكون نرجع لشراح النهج نشوف شو يفهمون هاي العبارة من علمائنا، شو يفهموها. يقول فباض يعني إبليس، فباض وفرخ في صدورهم بعض الناس. هذا ما يبدي رأسا هالشكل، خطوات، خطوة 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 خطوة، مثل ما قاعد يشتغلون الآن علينا، خطوة خطوة. الدنيا حارة، على شنو البنية تلبس، المرة تلبس عباية بهالحر هذا؟ عمي على شنو؟ خطوة خطوة. على شنو هالمسكينة هاي لابسة عباية بهالحر هذا؟ يابا والله هي قانعة، ليش ضايج؟ يقول لا ما يصير. يعني هو حريص عليها أكثر من حرصها على نفسها. ذبت العباية، قالها لبسي جبة، هاي الجبة كلش كافية تستر البدن، كافية. لبست جبة، يتوقف يجي يقولها يابا الجبة على شنو؟ جبة هم ما يحتاج. نزعت الجبة. بعدين يجيها ايش يقولها؟ يقولها هي العفة على اللبيس لو بالقلب. خطوات. الله من البداية نبهنا، قال إبليس شغله خطوات. الذكي من البداية يكتشف الخطوة الأولى، النبه الكيس الفطن من البداية. لا تقبل بالخطوة الأولى، من البداية سد الطريق. وحتى إذا أقبلت بالأولى وانتقلت للخطوة الثانية، ارجع بسرعة قبل لا توصل للثالثة والرابعة والخامسة. يوصلك إلى مرحلة بعد ما تقدر تسوي شيء. هذا إذا بقى الإنسان يمشي وياه.